مليون جنيه شهريا. عشان ما نظلموش يعني. 70,000 ده الاساس بتاعه. دلوقتي عشان انا باخد مليون جنيه شهريا يا شباب، ممكن تسمعوني؟ عشان اخد مليون جنيه شهريا اعمل ايه عشان احمي منصبي؟ اتعامل مع امن الدوله، اتعامل مع امن الدوله. وايه تاني؟ الحزب الوطني. هقول لكم بقى ما هو انقح يعني. امبارح من الساعه تقريبا من بعد العصر كده جم طلاب المكتبات هنا، بعضهم بقى معانا على فكره بالليل ومفروض يكمل معانا، انما طلاب المكتبات كانوا خايفين على مصالحهم الشخصيه اللي هو فتح المكتبات وديت، فما منعناهم وحاولنا نحل ما بينهم وبينهم، واقنعنا بعض من الطلبه دول وقفوا معانا كملوا ان هم خدوا امر مباشر من عميد كليه الاعلام ورئيس الجامعه حسام كامل بتجميع بلطجيه من الجيزه ومن بين السرايات وتحريكهم ناحيه الجامعه الساعه 12 مساء. البلطجيه جم بالفعل وقدرنا نصدهم. الناس اللي ما كانوش معانا امبارح بالليل كان في بلطجيه من الجيزه ومن بين السرايات، وتم التعاون معاهم في بين السرايات عند الاسم كده، وتم ايقافهم تماما وما وصلوش الحمد لله لجامعه القاهره. وقدرنا من ناس حبايبهم بلطجيه زيهم زي هم البلطجيه بلطجيه برضه عادي يعني، قدرنا نحمي جامعه القاهره. بالناس دي كانوا واخدين فلوس وقالوا ان احنا طب الفلوس دي بتاعتنا نعمل بيها ايه؟ قلنا لهم خدوها عليكم مش مهم. ومش مهم يدوروا على الجامعه يعني. اللي حصل بعد كده ان كان في تهديد مباشر لمدينه الطالبات امبارح بالليل، وتم قطع الكهرباء في مدينه الرعايه، والمشرفات الطالبات كانوا بيأمروهم انهم يخرجوا الساعه 12 بالليل فورا، يلموا هدومهم ويمشوا دلوقتي. قوة عزيمة شباب الجامعة في كل مكان، شباب الجامعة في كل مكان، رجال الجامعة في كل مكان، رجال الجامعة في كل مكان. وعلى فكرة حركنا 25 طالب من هنا من اللي كانوا متواجدين بالليل وراحوا يحرسوا المدينة الجامعية، وما زالوا على فكرة بعضهم موجود. احنا مش هنستنى مجلس الاعلى والقوات المسلحة، ومش هنستنى الوزير، ومش هنستنى امين الجامعة، لان وعد بحماية المدينة او خاصة مدينة الطالبات. على فكرة في 600 موظف امن موجودين دلوقتي داخل المدينة الجامعية للطلبة، وما حركوهمش عشان يحموا مدينة الطالبات، عشان يفضلوا دول صداع في راسهم او يقولوا ان في الجامعة دي ما فيهاش استقرار، وبالتالي يرجعوا لنا امن الدولة تاني ويرجعوا لنا شرطة تاني. 600 واحد موجودين بالفعل، انما لم يتم تحريكهم الى الان لاداء وظائفهم اللي بياخدوا عليها مرتبات. اللي بالحاجه الثانيه النهارده على فكره الطالبات اللي ما شافوش الموضوع دوت كان طلبوا منهم المشرفين والمشرفات الموجودين انهم يوقعوا جواز اخلاء ليوم 30 ابريل. اهو الطلبه بيقولوا اهو اللي ساب الكلام دوت يرفع ايده. دول الطلبه الموجودين طلبوا ان هم يقدموا الاخلاء لحد يوم 30 ابريل.
عايز اقول لكم يا بنات برضه ما تخافوش بقى زي ما زميلكم بيقول ان احنا في 50 واحد دلوقتي توجهوا لمدينه الرعايه ومدينه الجيزه عشان يحموها. الحاجه الثانيه المهمه بيقول 40 بس دلوقتي 10 تاني. دلوقتي لما فشل موضوع البلطجيه امبارح بالليل ايه اللي يحصل؟ السيناريو الثاني بقى الساعه 1:30 بالليل ايه اللي يحصل؟ مقطوعة الجمل احنا مسمينها على فكره في ميدان التحرير مقطوعة الجحش نسبة لحسني مبارك. دلوقتي هقول لكم ان الساعة 1:30 بالليل جالنا وفد يقال انه من وزير التعليم عمرو سلامه مكون من الاستاذ الدكتور ياسين لاشين ده دكتور في كليه الاعلام مسؤول العلاقات العامه، والاستاذ الدكتور شريف مراد وكيل كليه العلوم والدراسات العليا، وتحدثوا مع الطلبه وبداوا يتكلموا ان احنا لا ما تقلقوش وهناخد من مطالبكم وقعوا لنا باسمائكم عشان الاسماء دي تروح في حته ثانيه، ورفضنا الكلام دوت وقلنا لهم ان احنا مطالبنا واضحه وضوح الشمس، والمطالب ديت موجوده لدى الناس كلها، لو عايزينها انزلوا في وسط الشباب الموجود وخدوهم، لو عايزين تسمعوا يجي لنا هو وزير التعليم ويجي يسمع، وده اللي حصل النهارده، واحنا بنشكره طبعا ان هو جالنا لحد هنا، لكن احنا مستنيين منه كتير قوي. دلوقتي الدكتور شريف مراد كمان وزير الكليه طبعا طيب يا شباب اهو دلوقتي الدكتور شريف مراد لازم الفيديو ده يترفع لازم. الدكتور شريف مراد وزير كليه العلوم بس بالليل طلب من طالبات كليه العلوم وطلب كليه العلوم ان هم يتكلموا مع مين؟ مع عميد الكليه الحالي؟ لا، مع عميد الكليه الاسفل. استنوا اتكلموا بالفعل امبارح حوالي 45 دقيقه على التليفون وقال لهم ان انتوا تمشوا وان احنا نقعد وان احسان كويس ومش عارف ايه الكلام ده كله. الاول دلوقتي بصفه ايه كان بيكلمنا الدكتور حمدي حسنين رئيس عميد كليه العلوم الاسبق، بيكلموا صفته ملوش اي صفه وملوش اي حاجه في اي حاجه، فاللي كانوا موجودين امبارح ما كانش لهم اي صفه غير ان هم جايين يعطلونا وجايين يضيعوا وقتنا، فاحنا رفضنا الساعه 1:30 تقريبا الساعه 10 سابونا ومشوا واحنا اليوم وكنا بنحمي المدارس الصغيره كنا بنحمي ميدان التحرير ووزعنا نفسنا وقعدنا نحمي بعض وكلنا موجودين. يا جماعه احنا بنلخص اللي حصل امبارح. يا جماعه اللحظه بتاعتنا انتوا تحطوه. طب وانتوا تحطوه. تقول على طول. ما تعبناش ما تعبناش. بلاش. يا جماعه دلوقتي في اعلان معلش ان احنا قلنا دلوقتي مدينه الجيزه وقلنا كمان مدينه الرعايه، دلوقتي مدينه الدقي بتاعت البنات اللي موجوده في شارع نوال بيقولوا ان اللي بتحرسنا هي الندى بتاعتنا وقالوا لهم احرسوا نفسكم، فاحنا دلوقتي برضه هنطلب من الشباب اخوانكم زمايلكم ان هم يتوجهوا ناحيه مدينه الدقي عشان يحرسوها. شكرا.